السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. طبعا كل يوم في رمضان بنبقى عايزين ناكل حاجة حلوة بعد الفطار او بعد صلاة التراويح. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل الهريسه المتكرمله، هنعملها ان شاء الله بطريقه جميله وسهله وبسيطه، ومش هتبقى شاربه عسل كده زي ما بنجيبها من بره، بيبقى قلبها معجن من كتر العسل اللي هي واخداه. احنا هنعملها النهارده ان شاء الله بمقادير مظبوطه، وكل الناس اللي هي بتحب الهريسه زي كده ان شاء الله هتشوفي الطريقه دي وهتعملها، وان شاء الله هتبقى مظبوطه معاها باذن الله. هنسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب دلوقتي نعمل الشربات بتاعها الاول. انا جبت كوبايه ونص من السكر وعليهم كوبايه ونص من الميه، وناخدها على النار، واول ما تغلي نعصر عليها نص ليمونه، ولو عندك عسل كلوكوز يا ريت تديها معلقه بتبقى هايله. بعد كده هنعمل الكراميل بتاعها. انا جبت كوبايه من السكر وفردتها في طاسه، فردتها في طاسه كده عشان اساعد السكر ان هو يسيح. مش هاجي جنبها الا لما الاقي السكر حروفه بانت كده زي ما انتم شايفين، يعني بدأ يسيح. في الحاله دي بقى هبدأ اساعد مع السكر عشان ما يتحرقش من اي جانب. وخدي بالك لو الكراميل اللي اتحرق معاكي او غمق ارميه على طول من غير كلام، لانه هيبقى مر وهيبوظ لك الوصفه كلها. بعد كده هجيب كوبايه الا ربع من السمنه وهنزل على الكراميل اللي معايا، وخدي بالك ان هي نفس الكوبايه اللي انا شغاله بيها في كل حاجه، هي نفس الكوبايه مقدار واحد. هنزل على السمنه سيحها كده مع الكراميل، واول ما السمنه تسيح معايا كده اروح جايبه كوبايه من الحليب مدوبه فيها معلقتين من النشا كبار، واروح مقلباهم واروح نازله على الخليط على طول واروح مقلباه. هتلاقي السكر كلكع معاكي كده، لا بشويش كده واحده واحده وقلبي، هتلاقيه يدوب على طول، بس هدي النار عليه. كده خلاص الكراميل اتعمل معانا اهو، ومعانا كمان السيرب بتاع الهريسه استوى معانا. جبنا بقى نص كيلو من سميد البسبوسه، وده طبعا بنجيبه ساب من عند العطار، بيبقى خام مفهوش اي حاجه. هديله معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهديله رشه الملح طبعا عشان ما ننساهاش، وهديله معلقتين كبار من الدقيق. وطبعا هنا الهريسه تختلف عن البسبوسه، هنا نحط لها دقيق، طبعا في البسبوسه ما بنحطش دقيق. وهديها ربع كوبايه من جوز الهند، عشان احنا عارفين طبعا ان الهريسه بتبقى مليانه بجوز الهند، ولو حابه تكتري جوز الهند عن كده كتري، حطي لها كوبايه، حطي لها نص كوبايه زي ما انت عايزه يعني. بعد كده ننزل بالكراميل على الخليط بقى الجافي اللي هو معانا، ونروح مقلبينه. هنقلب هنا ومش هنخاف، احنا طبعا في البسبوسه بنخاف نقلب فيها عشان ما تنشفش معانا، لكن بالنسبه للهريسه تختلف، قلبي فيها وما تقلقيش خالص وانت بتقلبيها، ما تقلقيش مش هتنشف منك ان شاء الله ولا حاجه. المهم ان احنا نقلبها وندخل المكونات كلها في قلب بعضيها زي ما انت شايفه كده. بعد كده بقى هنجيب صينيه وهندهنها سمنه، والصينيه هنا بقى على حسب ذوقك انت، على حسب انت عايزه الهريسه بتاعتك علوها قد ايه. يعني انت لو عايزه الهريسه بتاعتك تبقى عاليه يبقى هاتي صينيه مقاس 26، لو عايزاها تبقى منخفضه شويه ممكن مقاس 28، وممكن كمان مقاس 30، يعني على حسب العلو اللي انت عايزاه للهريسه. وهنا انا مستخدمه صينيه مقاس 28. بعد كده بقى انزل الخليط اللي معايا في الصينيه اللي انا دهنيها، لازم طبعا نكون دهننا عشان الهريسه ما تلزقش فيها. بعد كده هنفرد الخليط بتاعنا كله في الصينيه، وعشان نسوي وشها هجيب بوله فيها معلقتين ميه، واحط المعلقه في قلب الميه واروح مسويه بيها وش الهريسه عشان تبقى الوش متساوي معايا، ويخلي وش الهريسه معايا ناعم. وهنا بقى انا بقولك ان انت لو عايزاها عاليه جيبي صينيه صغيره، ولو عايزاها منخفضه شويه هاتي صينيه اكبر. في تركة هنا بقى انا عملتها، ان انا باخد معلقة من الشربات اللي انا عاملاه وبدهن بيه وش الهريسة، وده برضو بينعم لي الوش، وفي نفس الوقت بيحمر الوش في الفرن، بيخلي وش الهريسة طالع احمر كده وجميل. واحنا عارفين بقى ان الهريسة بيبقى وشها كله مكسرات، هتجيبي اي مكسرات تكون موجودة عندك، سواء بقى مجروشة سواء مكسرات سليمة، اي مكسرات موجودة عندك او اي مكسرات انت بتحبيها هنحطها على وش الهريسة بالشكل ده، وبدار المعلقه كده هنحاول نثبتها على الهريسه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. بعد كده بقى هندخلها الفرن على درجه حراره 180، هتاخد لها تقريبا حوالي نص ساعه كده في الفرن. بعد كده بنخرجها سخنه من الفرن وبنروح ساقينها الشربات بتاعها، وزي البسبوسه بالظبط بتشرب الشربات بتاعها على طول. وهو ده برضو نجاح الهريسه زي البسبوسه بالظبط، زي ما انتوا شايفين اول ما سقيتها الشربات راحت شربها على طول. هرفع لكم كمان الصينيه اهي، في ثواني كانت شربت الشربات بتاعها على طول. كده بقى نسيبها تبرد شويه، وبعد كده تزينيها بقى زي ما انت عايزه، او لو محبتيش تزينيها هي كده كده في وشها مكسرات وشكلها جميل. بس ازاي بقى ما نزينهاش؟ ده احنا حتى في رمضان وعايزين نشوف بقى الهلال ونشوف النجمه. كل سنه وانتم طيبين.
المهم رحت انا بقى جبت طبقه زي ما انتم شايفين كده، وجبت شويه جوز هند من عندي، ورحت عامله الهلال، وكمان عندي فورمه على شكل النجمه، ورحت عامله كمان النجمه. انا دايما كده في رمضان بحب الاشكال اللي بتفكرني دايما بشهر رمضان الكريم. احب شكل الهلال، واحب شكل النجم، واحب شكل الفوانيس. فدايما بتلاقوني اي حاجه بروح عاملاها بحب على طول احط عليها الاشكال دي. المهم بقى، احنا دلوقتي قطعنا الهريسه دي ما تقطعهاش الا لما تبرد خالص عشان تبقى ماسكه نفسها وما تفرولش معاكي. بس هي بجد جميله، وان شاء الله لو جربتيها هتعجبكم جدا باذن الله، ومقاديرها مظبوطه جدا. ولو عايزه تكتري العسل شويه فيها مفيش مشكله، خلي بدل كوبايه ونص سكر خليها كوبايتين سكر. والكوبايه دي اللي انا مستخدماها كمان كوبايه صغيره، عيارها 100 جرام بس. فانت لو حابه تستخدمي كوبايه اكبر مفيش برضو مشكله، على حسب ذوقك انت وعلى حسب انت بتحبي ايه. يلا بقى جربوا الهريسه بتاعتنا، ولو عجبتك ما تنسيش تدخلي قناتي، تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وبالهنا والشفا. صباحكم فل.